السلام عليكم. اسمي أسماء أهدار، عمري 9 سنوات، أدرس بالمستوى الرابع ابتدائي مدرسة سيدي أوزان، جامعة الصفا، إقليم شوكة أيتباها. اليوم سأسرد عليكم قصة نسجتها من خيالي تحت عنوان الفتاة الزجاجية. كان يوم كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك بيت صغير بسيط من الحجر والطين يسكنه زوجان وحيدان. كان الزوج عبد الله حرفيا نحاتا على الزجاج، والزوجة فاطمة ربة بيت مطيعة تخدم بيتها وزوجها في رضا وقناعة. عاش الزوجان في سعادة وهناء، رغم أنهما لا يستطيعان الإنجاب. وفي يوم من أيام الخريف المملة اشتد الحزن على عبد الله، وهو ذاهب إلى ورشته بعد أن راوده حديث مع نفسه. إلى أين أنت ذاهب يا عبد الله؟ لما كل هذا العناء والشقاء؟ ألا من تتعب على نفسك وزوجتك؟ من سيؤنسكما ومن سيعتني بكما عندما تبلغا من الكبر عتيا؟ شرد عبد الله إلى أن تجاوز طريق ورشته.